السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى شوية بامية حلوين وحتتين لحمة استيك كده. إيه، ربنا يحسن ما بين ايدينا ويبارك لنا في قليله يا رب. وهنا شوية رز بشعرية. إيه، يلا بينا بقى نشوف بقى طريقة البامية وتسويتها بطريقة حلوة قوي هتعجبك. يلا بينا على طريقة التحضير. وقبل ما نروح للطريقة ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا هنا بقى قطعت حتة ليا ومكعب زبدة وبصلاية صغيرة كده. تمام يا بنات، هسيبهم كده يتبلوا مع بعض والليا كده تسيح. تمام. هنا البصلة بدأت تدبل وتاخد كده لون كده. ننزل بقى معلقة الثوم بالشكل ده. نقلبها هي والبصلة لما الثوم يدبل. ننزل عليهم بقى الطماطم. نعمل مع بعض بقى شوية بامية كده، بس انا عاملاها بحتة ليا وشوربة، لان اللحمة اللي عندي انا هشويها في الجريلا، مش هسلقها عشان انا اصلا عندي شوربة، فهسقي بيها البامية بتاعتي. تمام. من اللحمة اللي عندي ما تنفعش اسلقها، لحمة استيك هعملها بس في الجريلا معاكم. هنا بقى الثومة والبصلة بدأوا يدبلوا مع بعض كده. هنا بقى دبلوا البصلة والثوم. انزل بقى معايا هنا شفشق طماطم، بس مش هنزل بكله. نزلت بقى بالطماطم بالشكل ده، واسيبها بقى لما تتسبك تلاقي السمنه بتاعتها بقت على الوش كده يا بنات. تمام كده. انا حطيت بقى بنات الجريلا هنا بحته زبده وحطيت دهنه كده. ننزل بقى باللحمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وش بقى على وشها شوية ملح شوية فلفل أسمر. تمام. هنا بقى يا بنات انا موطيه على اللحمه خالص، لا ما تستوي، وبعد كده ابقى اعلي عليها تاخد لون حلو. تمام. اقلبها بقى على الجنبين كده بالشكل ده. وهنا بقى التسبيكه بتاعت بسم الله ما شاء الله بدات تعمل السمنه يا بنات على الوش. بسم الله ما شاء الله عليها. ابدا بقى انزل بالباميه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا مكعب ماء وشويه فلفل اسمر واغطي عليها واسيبها شويه. وهنا بقى معايا حله حطيتها مكعب سمنه وشويه زيت. هنزل بقى شويه شعريه كده. انا بحب الشعريه كتير في الرز، يبقى طعمه حلو. حمر بقى الشعريه بتاعتنا بالشكل ده.
الشعريه ونزلت بالرز. نحط بقى الحله. معنا هنا بقى الباميه، هنزل فيها قرن فلفل اخضر كده احطها فيها حتت صغيره بيديها طعم حلو قوي للباميه. الباميه دي لها كام طريقه، انا بحب الطريقه دي قوي، تبقى طعمه وتبقى حلوه بالشكل ده. انا مقطعاه طبعا عشوائي، انا هظبط بس الملح بتاعها عشان انا حطيت لها شويه شوربه، والشوربه اكيد عليها ملح، فانا مش مكتره الملح عليها قوي. تمام، سيبها بقى مع نفسها كده. اللهم بارك، حلو قوي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. اللحمه معانا هنا يا بنات اهي، متستعجليش عليها عشان تاخد تستوي معاكي ويبقى حلوه معاكي، ما يبقاش فيها اي دم ولا اي حاجه. تمام، تبقى مستويه وطعمها حلو كده بقى يا بنات. اللحمه تحت استوت واخدت لون حلو قوي، نشيلها بقى. وبكده بقى يا بنات الاكل بتاعنا خلص. اللحمه بتاعتنا الجميله اهي مستويه، وهنا الرز بشعريه بسم الله ما شاء الله، وهنا الباميه. ممكن بقى حابه تحطها تاخد وش وتتسبك اكتر، بس انا حباها اكلها المره دي كده. طبعا باميه يعني بدنجان وفلفل جنبها والليمون اللي احنا محدقينه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. يا رب يكون النهارده الغدا عجبكم، ومن عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله يا احلى متابعين.